كان بنات تتبرع مكيجها بعرسها، لازم عروس اشتغلها اني لازم. هلو everyone، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة، ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم من سلسلة مكياج. وصلنا المكياج برج السرطان. هذه طبعا ثاني مرة راح اعيده لانه المرة الماضية صورته وما تصور وانقهرت شبعت قهر. شوفوا الفيديو وحطوا لايك واشتركوا بالقناة واكتبوا لي انتوا شنو برجكم ومن وين تتابعوني وشنو اسمكم. حتى الفيديو الجاي نختار 3 اسماء من اسمائكم. يلا نبلش ميك اب. نبلش اول شي نستخدمه كونسيلر. بهذه الطريقة. انا البارحة كنت مخليه كحلة والكحلة غسلتها 7000 مرة وما ترضى تروح من جوا عيوني. هسه ننتظر شوية على الكونسيلر وبعدين ندمج. يعني اني هسه لما اريد ادمج ما راح ادمج هاي، ابلش ادمج هذني. هسه صار وقت ندمج جوا العيون لان اوريدي عبرت يعني بال30 ثانية او 40 ثانية. طبعا انا ما راويتكم صورة المكياج، فهذه هي صورة المكياج مركزة تركيز كامل على العيون، والبشرة الباقية تكون نظيفة، خاصة المكياج يكون كلش نظيف والعيون هن اللي يتكلمن. بقية المكياج هذا فهو بيس طبيعي بس عيون اوفر يعني مو اوفر بس قويات هيجي. هسه احنا بهذه الطريقة خلصنا دمج. بس انتي اذا مثلا تحسين البرش مالتش ما دمجت لك الكونسيلر عدل، اي بيوتي بلندر عندك وتطبطبين على الاماكن اللي ما اندمجن عدل. هسه انا المكياج كله يعني مدموج عدل. هسه بالنسبة لإلي المكياج كله مدموج عدل وما يحتاج تعديل لأنه هو عادي بيرفكت. شو نسوي؟ هسه راح ناخذ البلشر. إذا شفتوا بالصورة كان البلشر بينك، خلي هنا شوي هنا وهنا شوي هنا، هنا شوي هنا وهنا شوي هنا. ما ننزل على الوجنات، نبقى هنا فوق. ما كان حاطين هنا بس هنا شوي هنا وهنا شوي هنا بس. ناخذ برش البلشر وندمج صعود بهذه الطريقة. دمجنا صار صعود، ما نزلنا لقدام لا. هنا نفس الشي، نبلش من العظمة للأخير وبعدين نصعد شوية شوية. هسه احنا خلصنا بيس البشرة للمواد الكريمية اللي احنا دا نستخدمها. ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ لوز باودر، تمام، ونوزعها على الوجه بالأماكن اللي دا أحطها، بس خلونا بعيدين عن جوا العين لأنه مو هسه راح نثبتها. ما نجو ثبت جوا العين، نثبت هذه المكان يجي بعدين بحيث ما يفضل شوي من البشرة ويج. هسه احنا راح نبلش بمكياج العيون. مثل ما شفتوا بالصورة المكياج يكون ألوان ترابية، تمام، وتتدرج من الفاتح للغامق. أنا حاليا راح آخذ لون انتقالي اللي هو يكون يعني مقارب للون الجفن، لا غامق كلش ولا فاتح كلش، تمام. الفرشة تكون كلش فلات وصغيرة. طبعا هاي الألوان اللي بالفرشة كلها من الفيديو اللي صورته البارحة، هو كان نفس هذا الفيديو بس ما تصور، فدا أعيد لكم إياه اليوم. يعني خاف تقولون الفرشة وسخة، لا الفرشة نظيفة، بس هذه ألوان البارحة الألوان الغامقة ايش تسوي بسرعة. هيجي لون انتقالي بحيث احنا مجرد نثبت فوق العين. نخلي ألوان ثانية تبرز الألوان الثانية. هذه الطريقة هذه فوق. شفتوا لون شلون؟ لون مش هيجي. خلصنا من اللون الانتقالي، بس نحاول ما نخرب كلش العين. صح راح نعدلها بعدين بس نحاول انه نبين الرسمة اكثر حتى نسهل علينا. بعدين راح ناخذ اللون اللي شوية اغمق من اللون اللي احنا مخليه ونخليه بداية العين. فانا راح اخذ هذا اللون ناخذه ونخليه بداية العين بس بهذه الطريقة. هنا بالألوان الأغمق لازم نحاول نكون ما نخرب الدنيا يعني ونجيب ألوان ونلطش ونخرب وكذا، حتى لما نجي نصحح اللون يطلع يتصحح ويانا بسهولة. انتو شلون؟ هيج
بداية العين هسه راح نتركها، ما راح نسوي لها أي شيء. راح نسوي العين الثانية. ما أدري إذا مبين عندكم الفرق البسيط، بس إنه أكو فرق. بهذه الطريقة خلصنا من بداية العين. راح نبلش بنهاية العين. راح ناخذ لها ألوان أغمق من هذا البلد، فإحنا راح نختار هذا اللون. راح نختار فرشة تكون هيجي فلافي، تمام. ناخذ اللون اللي نريده وناخذها بآخر العين بهذه الطريقة. شلون؟ هيجي بالضبط. بعدين نجيب فرشة أصغر نحدد العين بحيث شنو ما نخلي اكو زوائد هواية طالعة، وكله راح يتعدل، بس احنا نحاول نخلي اللون واضح اكثر للمكان اللي نريده. هيجي هنا نخليها الكسرة ونصعد شوية. بعدين نحاول ندمج هذه الطريقة بيناتكم. يبين هذا اللون كله وصح بيناتكم. بهذه الطريقة بين عندنا الخط هذا وهذا. ناخذ نفس اللون نسوي العين الثانية. بعد ما سوينا العيون صار واضحات بهذه الطريقة، راح نجيب الكحلة نتكحل، اوكي؟ بس لازم يكون القلم الكحلة مقطوط عدل، او اذا انت ما تستخدمين قلم اذا انت ما تستخدمين قلم، الفرشة اللي تستخدميها ارسمي بيها المدمع عادي الخوش. فاحنا صارين نرسم المدمع هذه الطريقة. هيجي بين عندنا المدمع هنا نفس الشيء. بعدين احنا نريد نكحل عيوننا، بس الطريقة اللي نكحل بها عيوننا ما نريد نبين عيننا صغيرة، بحيث نكحلها بس احنا نحطها مفتوحة، يعني بهذه الطريقة. ركزوا وياي. لاحظوا بالمراية يعني. نيجي بهذه الطريقة، بس يعني ما نوصل لآخر شيء. بعدين شو نسوي؟ نسوي ايلاينر من الرمش الفوق. خلي ايلاينر ناعم كلش. نفس الشيء نسوي العين. هسه بعد ما خلصنا الكحل راح نبلش ناخذ الوان الشمر. الله انطي الكهرباء. لا تخترعون. من طفت الكهرباء وما رجعت الا هسه، فكملت مكياج هذه عيني وبقيت ساعة منتظرة لحد ما رجعت. فخلينا نكمل مكياج العين الثانية انا وياكم. هم يسهل لكم الفيديو طول الفيديو. المهم اول شي سويناه هسه احنا بعد ما خلينا الالوان والايلاينر شبه ايلاينر، شو نسوي؟ راح ناخذ الوان شمر. انا راح استخدم هذا اللون على العين حتى ينطينا اللون اللي نريده فوق العين. هيجي خلينا شوية اكو لمعة. وليش الناس لما تقول لمعة قدام ميك اب ارتست او بنات فنون ميك اب، يعني بنات فنون ميك اب قدام بنات ثانيات يقولن اللمعة، البنات ذنيك اللي يقولن شمر بعد واو يقولن لمعة. نو يجي صايرة وياكم ما ادري اذا صايرة. المهم تعالوا خلينا نسولف شوي هنا عن برج السرطان. برج السرطان هو من الابراج الجميلة اللطيفة الهادئة اللي تحب الناس، بس عندها مشكلة بسبب ارتباط برج السرطان بالقمر، فهو متقلب المزاج وبسرعة يتغير مزاجه. بس هو عموما شخص حنون لطيف، يحب الناس اللي حواليه، يحب اهله اصحابه، ويحب يقدم لهم كل شيء، وبنفس الوقت هو وافي معاهم ويحب يخليهم باسعد لحظاتهم معاه. وبعد هو كوكب هادئ، يحب الأماكن الهادئة اللطيفة، وحتى ألوانه يحب اللون الفضي، اللون الأبيض، اللون السمائي، اللون الوردي الهادئ، واللون نسيت اسمه هذا الأخضر الفاتح، نسيت اسمه شنو هو. المهم هذه الألوان اللي يحبها هذا البرج. وهو من الأبراج اللي تحب الناس تهتم به، إنه يحب يشوف طاقة اهتمام من الناس اللي حواليه، يعني ما يحب يشوف هو ينطي بس، لا هو ياخذ وينطي. بيحب الناس اللي حواليه اللي تنطيه اهتمام، تهتم بيه، تحبه. ويقولون عن هذا البرج انه هو برج رومانسي، بعد ما ادري. ونسيت اقول لكم انه برج السرطان هو برج مائي. نعم. هسه احنا بعد ما خلصنا فوق العين راح نجيب جوا العين لون غامق. طبعا سويتها بس كنت لاهية بالسوالف. انه نسوي جوا العين بهذه الطريقة حد سحبة الكحلة اللي هي على اساس ايلاينر. هيجي تمام. بعدين راح اسوي هيجي. المهم هيجي خلصنا. شو راح نسوي؟ راح ناخذ
كونسيلر تمام من جديد، فهيك أنا قلت لكم لا تثبتون جوا عيونكم. بس إحنا نحتاج تركيز جدا قوي، لأن هذه الخطوة هي اللي راح تبين لنا الرسمة أكثر أو أوضح. راح نجيب فرشة تكون صغيرة بهذه الطريقة، ناخذ بيها كونسيلر وتكون سهلة بالرسم، يعني انتم ترسمون بيها. ناخذ شوية كونسيلر، وشو نسوي؟ نبلش من بداية مدمع العين بهذه الطريقة، ونطلع بيها شوي شوي نصات، نسوي هيك بهذه الطريقة كأنكم ترسمون من جوا ايلاينر معكوس، بس هي بالضبط هيجي تمام. وتبلشون الدور تدمجون بهاي الفرشة، تخيلوا تدمجون هيجي. نحاول نوزع الكونسيلر على الأماكن اللي نريد ننظفها، لأنه ما يصير يبقى متناثر كتل صغيرة مال آي شادو جوا العين، يطلع محلو. بعدين نجي من فوق نحدد وين المدمع ونصعد ونصعد بهذه الطريقة. شوف شلون تحديدها تكون واضحة. نفس الشي، نصعد نصعد نصعد، بس من فوق لازم نكون حذرين، لأنه من فوق ما عندنا مساحة كبيرة نتحكم بيها، فهمتوا شلون؟ بهذه الطريقة إذا بينتكم شلون حددنا العين، بس نحاول نصعد على الحواجب حتى ما نجيب العيد. ندمج. شوفوا إذا حسيتوا الموضوع طول، جيبوا بيوتي بلندر بالمكان هذا المدبب أو هذا المكان، يعني أي مكان تحسوا سهل عليكم، تدمجون هيجي، توخرون الأشياء الزايدة يعني. بس شنو، لا تصعدون لفوق، طبطبات خفيفة وانزلوا لجوا. هذا الفوق بعدين بالبراش احنا نحل مسألته كلها. ما راح نجي ننظف جوا بهذه الطريقة زي ما تشوفون. هيك احنا خلصنا تنظيف اللي جوا العين، باقي نثبت الباودر فراح يبين كل شي تمام. فوق العين شو نسوي؟ هنا نشيل الأشياء الزايدة اللي صارت على عمود الحاجب هذه الطريقة. عمود الحاجب ما يصير شكله ما حلو، يخرب علينا المكياج كله. هيك بس نحاول ما نخرب علينا هذه الطريقة. بعدين نقدر نجيب براش ندمج بيها عادي سهلة، وإذا خربت عندنا شوي هنا هذا نقدر نعدل. فنرجع ناخذ فرشة الباودر، ناخذ كل شي شوي باودر بهذه الطريقة، ونفس الوقت ننكتها. نثبت جوا العين أول شي، تثبيت جدا ضروري، بس تأكدون إنه ماكو خطوط جوا عينكم بالكونسيلر. أوكي هيجي، ونفس الشي فوق العين، بس فوق العين نحاول نقلل كمية الباودر كلش، ونسوي هيجي الفرشة ونسوي هيجي. هذه طريقة. دور خلينا نثبت الوجه الكامل عدل تمام. مثلا الخشم ما ثبتناه قبل شوية، باقي حتى الكونتور محدد لسه. بهذه الطريقة نحدد نثبت القص عدل. دومكم تشوفون قصتي كلمة ما شاء الله عليكم. دومكم تدرون أحيانا أنسى أثبتها، يمكن مو بس أنا الوحيدة اللي تنسى قصتها، وايد بنات. أنا أنسى قصتي وأنسى المسكارة دائما. تدرون شنو قمت أسوي حتى ما أنسى؟ أني واصلة لمرحلة بالمكياج أطلع كل شيء أستخدمه يمي تمام، ولما أخلص أرجع كل شيء مكانه. خلصت من الآي شادو أرجع لمكانه، خلصت من الكونسيلر أرجع لمكانه، حتى ما أنسى شيء، وإنه أكمل مكياجي كامل. يعني تخيلوا أنا لما أخلي بكل جنطة أخذها وياي مسكارا وليب لاينر وآي لاينر، إذا ما أخذهم وياي بكل جنطة كان مرة من المرات خربت شو اسمه مالتي، كان مرة من المرات جايبة العيد وقرايبه. بعد ما وصلنا لهذه المرحلة وخلصنا من الكونسيلر وخرناه ودمجناه طبيعي، راح ناخذ اللون الأساسي اللي تذكرون اللي ثبتنا بيه الكونسيلر. شو نسوي؟ نمشي عليه شوي هنا هيك، إنه لون هيك يكون مشمشي فاتح. نمشي بس على هذه الكسرة حتى ما تصير فارغة باهتة ما حلوة، بس هيك شوي هنا هذه الطريقة، بس ما نضيع الكسرة مالتنا. هيك بالضبط. بعدين ناخذ هذا نرجع على الكسرة مالتنا حتى ما نضيع بهذه الطريقة. هيك خلصنا. هسه وصلنا مرحلة الآي لاينر، وادعوا لي ما يجيبون من العيد بالآي لاينر. بالآي لاينر عندي مشكلة وياه. المهم
نجيب مراية نحتاج تركيز لم يركزه المركزين من قبل. يلا نبلش بدمع العين. دور الايلاينر، طبعا احنا عندنا خط لاين بالبداية راح نمشي عليه. هذه الطريقة. بس وصلنا تقريبا لآخر شي بالمكياج اللي هي المسكارا. خلينا المسكارا عيننا راح يتغير كل شي حرفيا. ما اريد اخلي لون يصير جوا عيني لو فوق عيني، لانه اذا صار ورد انظف ما يصير. هسه بعد ما خلصنا المكياج راح ناخذ بلشر لونه بينك على البلشر اللي كان موجود، لأن البلشر اللي كان موجود صار في ذمة الله. يجي ويجي بالضبط، بس شنو ما نخليه يبين حد أحسن. ورا ما خلصنا هذه المرحلة راح نبلش بالهايلايت. الهايلايت راح يكون شوي على الأنف، شوية هنا، يجي ويجي وشويات هنا. طبعا اليوم ما عجبني اخلي هواي هايلايت، فما راح اخلي هواي هايلايت بغض النظر عن الفيديو، لان ما راح اقدر اصلح ورا الفيديو. يعني الا اضيف باودر، واذا ضفت باودر راح يصير منظر كيكي. هيج بهذه الطريقة. بس قولوا لي اذا شايفين احلى من هذا المكياج قبل، قولوا لي اذا اكو حد يبسط لكم المكياج ويسهله غيري، قولوا لي. ما حد، بس اني خلصت على اساس اني خلصت المكياج ونسيت الحمرة. يا جماعة. شوفوا مثل ما شفنا بالفيديو تحديد احمر، انا عندي قلم تحديد احمر بس ما راح اضمن بيه راح اجيب النتيجة اللي اريدها، فراح ناخذ فرشة واي لون احمر عندنا هيجي ناخذه بالفرشة ونجيب مراية صغيرة ونفوكس لدرجة انه ما حد راح، يعني لو نزل صاروخ قدام عيننا ما نشيل التركيز. اوكي خلصنا سد الحمرة مالتنا. بهذه الطريقة يكون التحديد. نجيب الحمرة اللي نريد نخليها هي الأساس، تمام، وشو نسوي؟ نملي الشفة وندمج اللون اللي دنملي بيه الشفة بالبلاينر، بس بطريقة انه ما توخر حد البلاينر مثل ما موجود بالصورة. هذه الطريقة. فنانة لو مو فنانة؟ بس قولوا لي فنانة لو مو فنانة. اعترفوا قولوا لي فنانة لو مو فنانة. يا ويلي اللي يقول لا. أنا عجبتني مات، بس يلا راح نخلي شو اسمه جلوس. بغض النظر عن انه الان الالوان اللي انا مستخدمتها افتح، بس المكياج صار في عالم ثاني. بس اكو شغلة واحدة راح ازيدها حتى يصير المكياج متشابه اكثر. ناخذ بلاش وردي اكثر نخليه هنا بالاخير. هي كانت هيجي مسوية. ناخذ هي كان مكياجها بهذه الطريقة وبس. قولوا لي ايش رايكم؟ حبيتوا ولا لا؟ حسيتوني مبدعة ولا لا؟ اصلح ميك اب ارتست ولا لا؟ وحدة من عندك البنات تتبرع مكيجها بعرسها. لازم عروس اشتغلها اني لازم. بس هنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو تحطوا لايك، تشتركون بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي بالتعليقات انتم من وين تشوفون الفيديو، واذا ضبط المكياج او ايش قد تقيمون المكياج من 10. اي لاف يو لكم، باي باي. وبالنسبة لاسماء فيديو اليوم هم وبالنسبة لأسماء اليوم هم لاتين من سوريا، وعلي من السعودية، ورحيم من الديوانية. باي باي.